فهتكلم عن ايه هي الادويه دي وايه سبب الخطا فيها، يعني ايه اللي بيخلي الناس تغلط وبيخليه يكررها، وايه الغلط فيها وايه سبب الغلط. تمام. بصوا يا جماعه، الادويه دي اللي زي الابيدون والفينادون والبريديسول والبيديكورت والزايلون وادويه كتيره وفي منها اجراس، بعض الناس بس بالذات الادويه الشرب، بعض الناس بتعتبر ان ده دواء كحه. تمام. هو الدكاتره بيكتبوه لازاله الاعراض دي، والدكتور طبعا بيكتب الجرعه المظبوطه وبيقول للمريض بدون تكرار، او بيبقى واضح في الروشته اللي موجهه للصيدلي. ولكن عشان هو دواء وعشان هو بيعالج الكحه، والمريض اللي بيكون عنده كحه بيحس انه ارتاح عليه، فبيبدا يكرره على اساس انه دواء الكحه امن. لا، هو مش دواء كحه. الناس كتير بتجيني الصيدلي يقول لي عايز علبه كذا بتاع الكحه، اقول ده انا في ادويه الكحه، وفي الاخر يطلع قصده على حاجه من دول. فالخطا ده لقيته عند كثير من الناس. فيا ريت نعرف انه ده مش دواء كحه، هو فعلا بيوقف الكحه وبتكتبه الدكاتره لشيء معين، لكن الدكتور ما قالكش كرره، ما قالكش خده باستمرار. فاول حاجه لازم نشيل من دماغنا انه ده دواء كحه مش امن. تمام. ومش امن في تكراره الكتير، عشان بس ما حدش يكتبه من الدكاتره تيجي الدكتور كاتب لي كورتيزون، لا، الدكتور هيكتب لك الجرعه اللي هي مناسبه ليك، فانت تلتزم باللي يقوله لك الدكتور. الشيء الثاني او الخطا الثاني بسبب الاسم التجاري. يعني ايه بسبب الاسم التجاري؟ انا ممكن اكون باخد ده، تمام، اروح للدكتور بقى ما اقولوش ان انا باخد ده، يروح الدكتور يكتب لي ده، انا هعتبره ان هو دواء ثاني، هفتكر انه ده دواء اخر، فهبدا استخدمه. ده في ناس كان ممكن يستخدم ده ويستخدم ده مع بعض. طبعا تكرار وحدث ولا حرج. مشاكل في الكلى، مشاكل في الرئه، مشاكل كتير جدا، زياده في الوزن، زياده غير حقيقيه يعني ما تفرحش بيها، حاجه تضر يعني لا تنفع. فاول سبب ما نعتبروش دواء كحه، ما ينفعش نعتبره دواء كحه. ثاني سبب الاسم التجاري، عشان برضه حكايه البديل والمثيل مش عايز اتكلم فيها، لان انا صيدلي، والصيدلي لو اتكلم فيها هيقولوا ده عايز يبيع لا. لكن في الحاله دي لازم اقول لك انه الاثنين واحد، لازم اقول لك انه نفس الماده دي هي نفس دي هي نفس دي. فلما انت تكون واخد ده ما ينفعش تروح واخد ده معاه، انت كده زودت الجرعه. فدي ادويه الكحه اللي هي مش للكحه ولكن بتعالج الكحه، فما تكررهاش كتير. الامر الثاني، خلي بالك من الاسم التجاري واسم الدواء. والله يا جماعه مش هو الاسم التجاري، مش قران نازل من السماء، لا، ده هو نفس الماده، يبقى خلاص خده نفس الماده اللي عايزها الطبيب، يبقى المفروض لا الطبيب يعترض ولا انت تعترض وتاخد الا لو كان في ملاحظه حقيقيه على نوع معين من الادويه. ده فيما يعني مش عايز افتح في موضوع البديل والمثيل. تاني نصيحه، يا ريت لما تروح تسال في الصيدليه او الحاله شايفه انها ينفع تتعالج في الصيدليه، تسال الصيدلي فقط، اي صيدلي، مش بقول لك الدكتور يوسف، اي صيدلي، تتاكد ان هو ده الصيدلي وهو ده فقط اللي تساله. تمام. ده من باب الحق والعلم والدين. اي حد تاني يفتي في الادويه او حتى لو هو يعرف ذلك فهو اتخذ امر هو غير منسوب ليه. يعني يا ريت نكون منظمين، كله انا مسؤول عن دول، يبقى قصتي في الحياه كلها وربنا يسالني عن انا المجتمع يستخدم دول صح. عشان الناس اللي بتزعل، معلش مش من حقك تزعل لما اقول لك ما تتكلمش في الدواء، دي مش معناه ان انا عالم ولا حاجه، لا، انا مسؤول عن دي، مسؤول امام ربنا سبحانه وتعالى عن هذه القصه وعن هذه ملاحظه هذه الاخطاء، وان انا اوصلها للناس. يعني الصيدله نفسها، في صيدله العمليات وصيدله الصيدليه المجتمعيه وصيدلي التحاليل، يعني تخصصات كتير وعايزه نظام، وعايزه كل واحد يكون من باب المسؤوليه ان انا خلاص انا صيدليه مجتمعيه، يبقى ما حدش يتكلم ويتعامل مع المريض الا الصيدلي. شوف خطا بسيط سببه ايه؟ سببه مفهوم خاطئ انا اكتشفته مع المريض بيوديه ممكن في 60 داهيه. اللي عايز يعرف فعلا انا مش بهون، والله في ناس بتغسل كلى بسبب هذه الادويه. هتقول لي طب ما الدكاتره بتكتبها، الدكاتره بتكتبها على حسب الجرعه. يعني انا ما اروح اخد شريط ريفو وابلعه واقول ده جاب لي ضرر. لا، وانت ليه تتجاوز الجرعه اللي كتبها لك الدكتور؟ ليه تكرر العلاج من غير؟ ليه ما تسالش؟ لازم تسال. والله يا دكتور ده انا عندي كذا في البيت، فلازم تسال الدكتور، ربما يكون نفس ذكره يا اخي. تمام. فدي ادويه الكحه اللي ما بتستخدمش الكحه. اتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، ويا ريت توصلوا الفيديو ده لكثير من الناس. تحياتي لكم وعملاء صيدليه عنايه، اهلا بحضراتكم. يا ريت اي استفسار